اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناتنا. النهارده هنتكلم عن موبايل سامسونج جالاكسي اي 35 5G بالتفصيل الممل. هنغطي كل الجوانب من المواصفات، المميزات، العيوب، وهل يستحق الشراء ولا لا. خليكم معانا لاخر الفيديو عشان تعرفوا كل حاجة عن الموبايل ده. انا احمد ودي قناة موبايل تك. لو انت عايز موبايل في الفئة المتوسطة تابع معايا الفيديو. يلا بينا نبدأ الفيديو. يلا بينا. أولا التصميم والشاشة. نبدأ بالتصميم. الموبايل بيجي بأبعاد 161.7 في 68 في 78 في 8.2 مليمتر، ووزن 209 جرام، وده بيخليه مريح في الإيد ومتين. الجهاز مصنوع من الزجاج مع إطار بلاستيك، وده بيديه لمسة فخامة ويخليه مقاوم للصدمات. بالإضافة للهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة IP67، يعني لو وقع عليه شوية مية أو تراب مش هيحصل له حاجة. الشاشة من نوع سوبر أموليد بحجم 6.6 بوصة وبدقة فول اتش دي بلس، اللي بتديك ألوان حية وتفاصيل واضحة. الشاشة بتدعم معدل تحديث 120 هرتز، ده معناه إن التنقل بين التطبيقات والتمرير هيكون سلس جدا. كمان الشاشة محمية بطبقة كورنينج جوريلا جلاس فيكتورز بلس، اللي بتضمن لك حماية من الخدوش والصدمات البسيطة. وميزة إضافية هي إن السطوع بيوصل ل1000 نتس، وده بيخلي الرؤية تحت ضوء الشمس المباشر واضحة جدا. ثانيا الأداء والمعالج. المعالج اللي بيشغل الجهاز هو إكزينوس 1380 بتكنولوجيا 5 نانو، واللي بيديك أداء ممتاز جدا في الاستخدام اليومي وتشغيل التطبيقات المتعددة. المعالج الرسومي مالي جي 68 MB5 بيقدر يشغل كل الألعاب بشكل كويس جدا، وبيشغل الألعاب التقيلة على فريمات هايلة، وبيشغلهم بسلاسة ونعومة أسطورية. الهاتف بيجي بأكثر من نسخة للذاكرة: 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام، و128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام، و256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام. الذاكرة الداخلية تقدر تكبرها بكارت ميموري لحد 1 تيرا، وده من خلال مدخل الشريحة التانية. ثالثا الكاميرات. ندخل على الكاميرات. الموبايل بيجي بكاميرات خلفية، كاميرا خلفية ثلاثية. الكاميرا الأساسية بدقة 50 ميجا بكسل، وبتدعم المثبت البصري OIS اللي بيساعد في تصوير صور وفيديوهات ثابتة وواضحة حتى في الإضاءة المنخفضة. كاميرا التصوير الواسع بدقة 8 ميجا بكسل، ودي ممتازة في تصوير المناظر الطبيعية والجماعية. كاميرا ماكرو بدقة 5 ميجا بكسل، ودي للتصوير القريب جدا والتفاصيل الدقيقة. الكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجا بكسل، وبتديك صور سيلفي واضحة وتفاصيل كويسة حتى في الإضاءة المنخفضة. كاميرا السيلفي دي بتدعم كمان وضع البورتريه اللي بيخلي الخلفية ضبابية ويركز على الوجه. رابعا أو خامسا البطارية والشحن. ندخل على البطارية. الموبايل بيجي ببطارية ضخمة سعتها 5000 ملي أمبير، ودي بتضمن لك استخدام طويل بدون حاجة لشحن متكرر. البطارية بتدعم الشحن السريع بقوة 25 واط، ده ممكن يكون مش أسرع حاجة في الفئة دي، لكن يديك شحنة كويسة في وقت قصير. ولكن للأسف الشاحن مش موجود في العلبة، مش بيجي مع الموبايل، وبتحتاج تشتريه بشكل منفصل. يعني اعمل حسابك في 600-700 جنيه تاني لو هتشتري الموبايل. خامسا الصوت والاتصال. الجهاز بيجي بسماعات ستيريو، ودي بتديك تجربة صوتية ممتازة أثناء مشاهدة الفيديوهات أو لعب الألعاب. كمان بتدعم تقنية دولبي أتموس اللي بتديك صوت محيطي واقعي. الهاتف بيدعم كل وسائل الاتصال الحديثة زي NFC اللي بيساعد في الدفع اللاتلامسي، USB Type-C اللي بيسهل نقل البيانات والشحن، OTG اللي بيسمح لك توصل أجهزة USB بالموبايل، واي فاي 6 اللي بيديك سرعة إنترنت عالية واستقرار في الاتصال، بلوتوث 5.3 اللي بيدعم اتصال سريع ومستقر بالأجهزة الأخرى. سادسا المميزات.
شاشة كبيرة بمعدل تحديث عالي، وده بيخلي تجربة الاستخدام سلسة وممتعة. اثنين، مقاومة للماء والغبار بشهادة IP67، وده بيضمن متانة الجهاز. 3، أداء جيد في الاستخدام اليومي والتطبيقات المتعددة، وكمان الألعاب التقيلة، وبيشغلك على فريمات هايلة وسلسة ونعومة. رابعا، كاميرا الخلفية ممتازة بفضل المثبت البصري والتصوير الواسع الألترا وايد. خامسا، بطارية كبيرة تدعم الشحن السريع، ومش سريع أوي في الفئة دي لكن مقبول نوعا ما. العيوب: مفيش منفذ سماعات 3.5 ملي، وده ممكن يزعج البعض اللي بيحبوا يستخدموا السماعات السلكية. 2، حواف الشاشة مش أقل حاجة، وده ممكن يخلي التصميم أقل جاذبية للبعض. 3، الشحن السريع 25 واط فقط، في حين إن في منافسين بيدعموا شحن أسرع، يعني في 33 واط و67 واط في الفئة دي. رابعا، المعالج مش الأقوى في الألعاب التقيلة، وده ممكن يكون عيب لمحبي الألعاب. خامسا، إن الشاحن مش بيجي في العلبة ولا أي حاجة، فيش غير وصلة USB. تمام. والسعر يعتبر مميز في الفئة دي. في السوق المصري نسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام بتكلف حوالي 14,500 جنيه، ونسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام بتكلف حوالي 16,000 جنيه. الأسعار دي ممكن تختلف شوية على حسب العروض والمتاجر المختلفة. هل يستحق الشراء؟ دلوقتي نيجي للسؤال الأهم: هل الموبايل يستحق الشراء؟ بصراحة الموبايل بيقدم مواصفات كويسة جدا بالنسبة لفئة السعرية. الشاشة ممتازة والأداء مقبول، وكمان الدقة ممتازة، وكمان 120 هرتز، والكاميرات بتديك صور وفيديوهات بجودة عالية. لكن لو انت من محبي الألعاب التقيلة ممكن تحس ببعض المشاكل في الأداء. بشكل عام الموبايل يعتبر اختيار جيد لو بتدور على توازن بين الأداء والمواصفات والسعر، أو بتدور على الأداء هيعجبك، ولو بتدور على الشاشة أو التصوير أو التصميم أو أي حاجة هيعجبك، لأن ده موبايل سامسونج جالاكسي A35 5G. في النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد. شكرا لكم على المشاهدة، ونشوفكم في الفيديو الجاي. نشوفكم في الفيديو الجديد قريب إن شاء الله، وسلام.